بس على كده على الطلاق بالثلاثه، ما حد يعدي من هنا تاني، واللي فيها يجيبه. وها محاط العربيه اللي في نص الطريق ده احمد ابو عمو عافي، وما حدش هيعدي من هاني، وشوف لكم طريق تاني يعدوا منه. ايه الكلام اللي هتقوله ده احمد؟ قافل الطريق؟ هي الطريق دي بتاعت حد؟ فرح ولد انهردي والعربيات رايحه جاي والمعازيم رايحه جاي والطباخ زمانه على وصول. شيل العربيه احمد دي خلينا نعدوا. عيب اللي انت هتعمله دي، احنا ولاد عم وجيران، ما تخليش الشيطان يدخل وسطيني. لا انا عايز الشيطان يتدخل وسطيني، اصله زي ما تقول كده القعده اللي ما فيهاش شيطان انا مش هرتاح فيه، زي ما تقول كده اعتبرني انا الشيطان، والنهارده كاتل يا مقتول، وان شاء الله هتخرب يا انا هتخرب. خراب على راسك، النهارده فرح ولدي، ولو الفرح باظ يبوظ على جثتك ان شاء الله. على جثتي؟ طب وريني اخرك يا ابو تعلوب، واعتبرني حبوس فرح ولدك، رغم انه ما كانش في دماغي فرح ولدك ولا انت كمان. انا الراجل سادد الطريق، والطريق بتاعت جده، وما حدش هيعدي عليها تاني، واوسع ما معاك بقولها لك المره الثانيه اعملوا يا ابو تعلوب. اوسع ما معاي اعمله يا احمد، اللي انا اقدر اعمله كتير، لا انت ولا غيرك يستحملوا، بس انا راجل عشان ابن اصول، هروح لكبيركم ابو همام وهتحدث معاه في الموضوع دي، يا يلمك يا تبقى واقعتك مربرب بشوط ربرع. خلصت الكلام، روح من وشي دلوقتي. عايزه تروح لابو همام روح له، عاوزه تروح لغيره روح له، واللي عايز تعمله اعمله. كده الطريق دي ما حدش هيعدي منه غير على جثتي يا ابو تعلوب. على جثتك مش على جثتك يا احمد، انا برضه راجل مش هتعدى الاصول، وهروح لكبيركم ابو همام وهو يشوف له حل معاك. روح داهيه توديك ما تجيبك. روح يا همام شوف ما يسقعين. السلام عليكم يا حاج ابو همام. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك ابو تعلوب؟ عامل ايه؟ تفضل. ايه اخبارك؟ نبي الحمد لله اقعد. تمام الحمد لله والله يا ابو تعلوب. وبعدين في ولد عمك احمد اللي عامل زي ابو القردان دي، النهارده فرح ولدي وقف لنا الطريق بالعربيه الكار وعقول ما حدش يعدي وعلى جثتي وانا الشيطان وبحب الشيطان ومش عارف ايه وايه الكلام اللي يقولوا دي. وروح شوف لك حل مع ولد عمك عشان فرح ولدي انهردي، والناس الغريبه رايحه جاي والطباخين وبتوع الفراشي والقهوجي، روح شوف لك حل معاه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو احمد على طول عقده بمشاكله وقرفه، قسما بالله يا ابو تعلوب قرفني في عيشته، وديك انت قاعد جنبينا وعارف كل حاجه، والله كل يوم حد يجي يشكي لي منه، لما خلاني زكت من خلقاتي ما بقيش لي شغلانه ولا مشغلي غير احمد ولد عمي في البلد. روح لابو همام وعقله عشان خاطر احنا ناس قرايب وجيران وما ينفعش بلط البيوت يا ابو همام، الكلام اللي هيقوله ده كلام واعر على جثتي ومش على جثتي، يعني انا واقف معاه وما فيش حد من العيال معدي العيال متهوره، وانت عارف الكلام ده كويس يا ابو همام. الله ربك يسترها يا ابو تعلوب، وكذا مره اقول له يا احمد خلي لسانك حلو مع الناس، يا احمد ما تعملش مشاكل مع الناس في وش بعضيه، وجاي النهارده كمان في فرح ولدك انت ويقفل الطريق. طب ده الناس رايحه جايه وناس غريبه، لا حول ولا قوه الا بالله. على العموم يا ابو همام هتوكل على الله عشان خاطر عيرنوا علي، تمام، عامل التليفون صامت عشان خاطر ما عيرنوا علي كل دقيقه، هروح اشوف فيه يمكن في حد ناس غريبه جات ولا حاجه ويدوروا علي، وانت اتعقل ولد عمك عشان الكلام اللي هيقولوا دي كلام كبير ويبلط البيوت. حاضر يا ابو تعلوب. السلام عليكم. صلاح الله وبركاته. انا حروح لابوي الله يحمد ولد عمي، ما عارف اصلا شيطان وراقبه اصلا ومبهدل الدنيا ولسانه زفر مع الناس كله، الله يهديه ان شاء الله، الله يهديه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مال احمد ابو عمو انت قفل الطريق وعارف فرح ولد ابو تعلوب النهارده والناس رايحه جايه، ليه كده؟ هو كده دماغك ده يا ولد عمي. يعني ايه دماغك دي؟ انت عايز مشاكل وخلاص يا اخي. احسبها زي ما تحسبها يا ابو تعلوب، لا هو ولا فراشته هيعدوا من هنا تاني ولا اي عربيه داخله له كمان. اهدى على نفسك شويه عاد، ما تفلقش البوس تجيب لنا القتلي، شيل العربيه وتعالى وراي بس. لا يا ولد عمي يا ولد شيل العربيه واهدي. كلامك سيف على رقبتي، بس والله العظيم ابو تعلوب يتكلم معايا بالطريقه دي وانا ما كنتش حاطط العربيه دي علشان خاطر فرح ولده، لكن هو دخلها معايا في عنده وقال لي اعمل واعمل واعمل، وانا اديني قاعد له هاني وعايز نشوف اخره. انت استفزازي، اكيد انت استفزيته عشان هو اتكلم معاك بالطريقه دي، وبعدين هو لما جاني بيقول انك انت قال شيطان، انت مش عارف ايه يا عم تتكلم كلام غريب يعني، يا راجل عيب عليك وكفاك المشاكل مش حلوه يا احمد، يا ولد عم الناس كلها كرهتك في البلد، ما ينفعش كده. يا ولد عمي انا عركتي مع احمد مش معه هو، لكن هو جه واتدخل في الموضوع، ليه قال جاي يتمطر يعمل كده؟ قال
حاطط لي قال العربيه قال في نص الطريق، عارف شيء؟ قال انه فرح ولد انهردي ودخل نفسه في العركه وهو ملوش صالح به. استغفر الله العظيم من كل ذنب الرجيم. طاب رجاء انا يا ولد عمي عشان اديته كلمه انا وقلت له حاضر هروح اخليه يشيل العربيه عشان الفرح بتاع ولده انهرد عيب عشان الناس الغريبه اللي رايحه جاي. شيل العربيه يا احمد وبعدين هي نبقوا نتفاهم في الموضوع ده احنا. يعني انت هتخلي الناس تركب علينا يا ولد عمي؟ لا اله الا الله يا راجل ما تخليش شيطانك يركبك يا راجل، بالناس تركب علينا ما تركبش شيء، هي شغل عافيه وخلاص. ده احترام، ده احترام وده واجب عشان عنده فرح، يبقى انت توقف معاه مش تسد له الطريق. يا احمد يا احمد قلت لك كفاياك مشاكل يا ابو عم، الناس كلها كرهتك في البلد يا اخي. حاضر يا ولد عمي. استغفر الله العظيم. شيلها يا احمد. حشيلها عشان خاطر الجيري. طيب الحمد لله انك انت عامل حساب الجيري وعشان خاطر جايتك انت كمان. طيب تشكر يا ابو عم. شيل العربيه روح. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.